وفعلا في يوم الحرب بتنتهي. وادس في الوقت ده بيحس بالامان، بيخرج بس كان لابس البلطو الالماني بتاع صاحبه. الجنود الروسيين بيفتكروه واحد من الالمان، بيضربوا عليه نار لكنه بيهرب منهم ويفضل يقول لهم انا بولندي انا بولندي، لحد لما بيتاكدوا منه وبيسيبوه. واخيرا وادس بيتحرر وبيرجع فعلا يعزف تاني في الاذاعه زي ما قال. وبيقابل واحد، الشخص ده بيحكي له عن الضابط اللي انقذه، ان هو قابله وهو بيخرج من المعسكرات اللي كان معتقل فيها، وكان وقتها بيقول ان هو عازف. والضابط جرى عليه قال له ان هو يقول لوادس عليه، قول له انا الضابط اللي ساعدته. ولكنه ما بيعرفش يلاقيه بعد كده وادس، لانه ما يعرفش اسمه، ما يعرفش اي حاجة عنه غير ان هو ساعده. الراجل اللي انقذه اختفى تماما، وبعد سنين بيعرف الحقيقة ان الضابط مات في احدى معسكرات الحرب سنة 1952. وادس بيفضل عايش لحد سنة 2000 وبيموت عن عمر 88 سنة. والقصة دي هي قصة حقيقية، بس رغم كل اللي حصل في وادس وأهله إلا إنهم لسه بيعملوا نفس اللي اتعمل فيهم، كأنهم بينتقموا من البشرية كلها. أجيال ورا أجيال بتعمل أسوأ من اللي اتعمل فيهم بمراحل. فقبل ما تتعاطف معاهم خليك فاكر إن هم برضه مجرمين، وخليك فاكر واوعى تنسى. وبس كده، كان معكم حسن فهد، سلام عليكم.